السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم واصل عنطري من قناة الزاد، القناة التي تذكرنا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ونور الهداية. حديث اليوم يا إخواني الكرام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا الحديث صحيح البخاري. هذا الحديث يعلمنا واحد الدرس عظيم الإخوان في الأدب مع الله تعالى، ماشي غير في الصلاة لكن في كل لحظة في الحياة ديالنا. منين تسمع النداء سير للصلاة بقلب هادئ، ما تجريش في الطريق واخا تسمع الصلاة والإقامة كاينة، لأنك غادي توقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، والموقف يحتاج للسكينة والوقار. فلهذا إخواني الكرام، الصلاة ماشي سباق، هي لقاء مع الله عز وجل. فاش تدخل المسجد خفض النظر ديالك ودخل بخشوع، الله كيشوف شنو في القلب ماشي في السرعة ديالك. فلهذا إخواني الكرام، خذوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم بجد، وخلي كل خطوة نحو المسجد تكون مليئة بالسكينة والنية الخالصة لله عز وجل، باش تكون صلاة ديالك مفتاح للطمأنينة في الحياة ديالك. إخواني الكرام، رددوا معي هذا الدعاء: اللهم ارزقنا السكينة في الصلاة والوقار وفي الطريق إليك يا أرحم الراحمين. فلهذا إخواني الكرام، أنا ذكرتك وأنت ذكر غيرك، فالدال على الخير كفاعله. حياكم الله.